طول عمري اسمع جلاش لحمه المفرومه او جلاش بالمكسرات او يمكن جلاش بالمهلبيه، ماشي، انما جلاش بالبطاطس دي جديده، صح ولا لا؟ ايوه. اهلا بيكي الاول. ازيك يا ايمان، عامله ايه؟ الحمد لله. تمام. ايه الحكايه دي؟ جلاش بالبطاطس النهارده، البيوري كده حاجه بقى، عايزين نخرج عن الفراخ واللحمه بقى، والناس اللي هي ايه عارفه الفيجيتيريان دي تعيش شويه. ابتكارك يا امل ده؟ ابتكاري ده. على فكره انا سعيده بيكي لان كل مره بتجيلنا حاجه انت اللي مخترعاها، مش نقلها من مطبخ يعني. بالظبط. يعني انا لا بحب كده اجدد في افكار المطبخ شويه. طيب انا عارفه ان عندنا النهارده بطاطس بالجلاش او جلاش بالبطاطس، وكمان معانا ايه؟ وعندنا سلطه البطاطس الالمانيه، وعندنا مهلبيه بالشوكولاته. مهلبيه بالشوكولاته برضو جديده دي عشان الاطفال بقى اللي ما بيشربوش لبن، فاحنا ايه عايزين نجدد لهم شويه كده، ياكلوا بقى مهلبيه بالشوكولاته. طب هنبدا بيه على طول؟ هنبدا بالجلاش الاول ان شاء الله. هو طريقته سهله جدا. احنا طبعا بنجيب، هو بصي الوجبه دي معموله للناس اللي هم الفيجيتيريان، اللي هم ايه يعني ما بياكلوش لحوم، النباتيين يعني. وبرده ايه عشان برده اللي هي نقلل شويه من الفراخ واللحوم بقى والحاجات دي. فاحنا الاول بقى طبعا احنا هنقول المقادير كده. احنا بنجيب لفه جلاش، وبعدين بنجيب بقى كيلو بطاطس بنعملها بيوريه او مهروسه، ماشي، بس من غير اي اضافات؟ لا من غير اي اضافات، ملح وفلفل وبتاع دوت وتوم بس كده بسيط عليها وخلاص، ونهرسها. بعد كده بقى بنجيب الجلاش بتاعنا اهو، بنفرده كده في الصينيه. وصفه سهله جدا جدا يعني، ويا رب تعجب الناس ان شاء الله باذن الله. مش لازم ما بين كل طبقه والتانيه تحطي اي ماده دهنيه؟ لا مش لازم، بس هو احنا ممكن ايه بنحط حاجه بسيطه بس عشان ايه يعني ترقق شويه يعني تدي ايه زي هشه كده. تمام. تخلي الوجبه هشه شويه. ممكن زيوت؟ يعني ممكن. احنا هنحط البطاطس بتاعتنا. انت بس عملتي طبقتين؟ طبقتين. ما احنا هنحط ما بين كل طبقتين هنحط ايه البطاطس اللي هي البيوري بتاعتنا. وهي كام طبقه بعد كده؟ هي على حسب ما انت عايزه، يعني انت عايزاها مثلا ايه تخينه، عايزاها رفيعه، على حسب يعني ما احنا عايزين. بس احنا بنحط بدل اللحمه والفراخ بنحط اللي هي البطاطس البيوري بتاعتنا. اهي. في ناس كمان مش بيحبوا البيض، بالذات الاطفال، فبنبقى عايزين نديهم بيض. بالظبط. ممكن نضيف ممكن بقى نضيف بروتين على الحاجة ممكن ممكن نضيف بيض اللي هو المسلوق كده، نقطعه طرنشات في الوسط كده ما بين. هي بتفرد. بعد كده بنقوم جايين بقى حاطين معاها جبنه شيدر كده، او جبنه رومي، او جبنه موتزاريلا، اي حاجه يعني برضو تديها تست حلو شويه. طيب كده بنحط برضو بقدونس. طيب امل، اهلا بكل مشاهدينا مره ثانيه اصدقاء برنامج زينه، واحنا معاكم دلوقتي لسه في مطبخ زينه والشيف امل يحيى، وكنا بنعمل جلاش بالبطاطس. عملناها عشان سببين، عشان خاطر اخف، وكمان ترشيد للاستهلاك. بنقول مش لازم كل يوم ناكل لحوم، ولا كتير اللحوم تبقى يعني برضو مضره، لا محتاجين ناكل اكل لطيف ومغذي ومش مكلف وسريع. وسريع تحتها خطين، يمكن صديقات زينه بيبعتوا بيقولوا عايزين وصفات سريعه عشان احنا بنشتغل، فامل النهارده جايه ومعاها الوصفه دي، فعملت هي جزء من الوصفه الاولى. عايزين نعمل بس السلطه نبدا فيها عشان بس السلطه بتاعتنا اللي هي سلطه البطاطس الالمانيه. احنا هنحط شويه زيت كده، وبعدين هنشوح في الزيت دوت. هنشوح اللي هو البصل. فين البصل؟ ايوه البصل اهو. وهنشوح مع البصل دوت هنجيب اللي هو البيف المدخن، او يا اما ممكن لانشون، او ممكن فراخ لو الناس اللي هي ايه مش حابه الحاجات اللي هي اللحوم المصنعه. انا مش حباها خالص. خلاص ممكن نستخدم بدلها اللي هي شرايح الفراخ. شرايح الفراخ نتبلها ونعملها نشوحها كده مع البصل، نكمل بقيه الصينيه بتاعتنا على ما تتشوح شويه. كنا حطينا طبقتين جلاش وبعديها بطاطس بالظبط، وعليها بقى رشه جبنه كده وبتاع ده وبقدونس. برضو هنحط هنا برضو طبقه كمان اهي. وبرضو هندهنها برضو شويه يعني زبده كده بسيط اهي. وهنحط البطاطس بتاعتنا برضو نقلب اللي هي ده.
بس هي الوجبه دي يعني ما فيش فيها اي دسم خالص، هي وجبه بسيطه جدا وسهله، يعني تتعمل على طول. لو اي حد مثلا ما عندوش بقى فراخ ولحمه وحاجات من دي، على طول ايه نعملها على طول. هنقفلها كده اهي. انا كمان شايفاها متكامله في العناصر الغذائيه، بالظبط. يعني فيها كالسيوم في الجبنه وفيها بروتين، اي حد عايز بقى يضيف اضافات وفيها نشويات بالظبط كده، وبقدونس كمان فيتامينات اهو. فاحنا ايه برضو هنقفل اهي. دي اخر طبقه خلاص كده اهي، الطبقه بتاعتي الاخيره. طيب يعني هنقول ان احنا خلصنا خلصنا بالظبط كده. هي خلاص كده تعتبر الطبقه بتاعتها دي اخر طبقه كده. لكن اللي عايز يكتر طبقات ممكن يعمل ده، اللي عايز بقى يكتر بالظبط كده. ما بين كل طبقتين طبقه بطاطس. هنقوم جايين بعد كده عاملينها ازاي. نشيل ده كده شويه. ماشي. هنقطعها اللي هي التقطيعه بتاعتنا اهي. بنقطعها قبل النار، قبل ما تدخل الفرن بنقطعها على حسب برضو ما احنا نبقى عايزين. يعني عايزين مثلا نقطعها كبير صغير على حسب ما احنا عايزين. انا عايزه مره تعملنا الجلاش الملفوف بقى. ان شاء الله باذن الله بقى نعمل اللي هو الجلاش اللي هو الملفوف ده، ونحشيه بقى ايه لحوم ونحشيه فراخ، هيبقى برضو ظريف قوي. الاطفال ما يمسكوا القطعه دي ممكن تقع من ايديهم حاجات وكده. احنا برضو بنضغطها كده يعني عشان ايه البطاطس تتفرد جوه. يعني احنا لما نضغطها كده بنجيب بقى اللي هو بيضه وبنحط عليها شويه فلفل اسود، وبنحط عليها شويه لبن. كل ده عشان يدي بس حمار للوش شويه. تمام. وبنقلبها بمعلقه اهي. يا ريت اسرع شويه عشان الوقت خلاص. اسرع عشان نلحق نعمل بقيه الاكل. اوكي. خلاص بنحطها بقى كده، بنرشها على الوش كده اهي كده زي ما احنا شايفين، بس عشان يدي بس يعني ما قلبناش كويس، بس لازم نقلب كويس. معلش عشان الوقت، بس هي كده يعني. هي هنحطها في الفرن بس على طول. فرن كام حراره؟ على 180 لمده نص ساعه. في النص؟ في النص. كويس قوي. تمام. ناخد بقى اللي هي السلطه بتاعتنا. السلطه بقى بتاعتنا سهله جدا. احنا بنجيب بقى ايه شوربه كوبايه شوربه منزوعه الدسم. ماشي كويس. وبنقوم جايين حاطين معاها شويه فلفل. اي شوربه؟ اي شوربه عندنا. شوربه فراخ باقيه كده وتحطيها في التلاجة، وبعد كده تاني يوم تشيلي الوش بتاعها بتبقى منزوعه الدسم. كويس. احنا طبعا هنا شوحنا اهوت البيف مع البصل، بنحطه في الشوربه كده، فطبعا بيدي ريحه وتست حلوه قوي مع الشوربه. اللي عايز يعمل الاكله دي يعملها من الصبح ويسيبها في التلاجة. هتيجي البطاطس هتتشرب الشوربه دي خالص اهي. البطاطس بتاعتي مسلوقه ومقطعه، بتبقى مسلوقه ومقطعه كده اهي. نحط معاها فلفل الوان ني كل ده على على البارد كده اهي. بنقلبها ونسيبها بقى في التلاجة من الصبح، ونيجي على الغدا نقدمها. بتبقى طعمها جميل جدا، بتتشربها الشوربه دي وبتبقى طعمها حلو قوي جنب اي اكله. يعني جنب اي اكله، وهي اكله متكامله خالص اهي. بنحط بقى اللي هو البصل دوت اللي هو الالوان، والبصل اللي هو الاخضر اهو. شكلها يعني خلاص الصراحه بس يعني. خلاص كده كويس. طيب خلصنا. جميل قوي ده. نروح بقى المهلبيه وشوكولاته. المهلبيه بقى بتاعتنا بنعملها على البارد. بنجيب لتر لبن. في زميلتي هنا مصوره وفاء الحقيقه شاطره في المطبخ قوي. ايوه يعني من اول حلقه عماله تقولي عايزه اعرف المهلبيه، بس بقول لها وفاء ما دوقناش منك حاجه لغايه دلوقتي. يعني وفاء لازم ندوق منك حاجه ان شاء عشان الله نطبق الشغل ده تطبيقي. بصي بقى، احنا بنجيب لتر لبن وبنحط فيه 10 معالق نشا على البارد، ما نسخنهاش. قد ايه لبن؟ لتر يعني كيلو لبن على 10 معالق نشا. 10 معالق نشا على البارد. نشا اللي هي الكورن فلاور؟ ايوه الكورن فلاور. ايوه اللي هو دي الذره يعني. لا
هو كورن فلاور، بس انا ما اعرفش بقى ايه هو. دقيق الذره ده حاجه والكورن فلاور حاجه. هو اسمه كورن فلاور. هو اسمه كورن انا فلاور. هعرف مصدره وهقول لك بعد كده الحلقه الجايه. بالظبط. هنحط بقى سكر برضو على حسب الرغبه، يعني اللي عايز سكر عايز، مش عايز خلاص. ممكن مثلا نحط ايه نص كوبايه كده برضو عشان الاطفال يعني. ونحط بقى ايه اللي هو ماء زهر او فانيليا برضو، بس انا بحب احط ماء زهر. ليه؟ بيدي طعم احلى يعني للوجبه دي. طيب هنقلبها اهي لغايه لما يدوب النشا. هيدوب النشا خالص فيها، كله على البارد كده. بعد ما يتقلب خالص نحطه على النار. نحطه بقى على النار، وايه مع التقليب ما وقفش التقليب خالص عشان ما يكلكعش مني. ايوه اقعد اقلبها كده اهي. خلاص كله اتقلب في قلب بعض. ارجع احط تاني ماء زهر تاني. يعني بعد ما قلبت كده وبدات تدخل شويه في السوى، ارجع احط شويه تاني عشان تدي تست اعلى كمان. ونقلبها لغايه ما تغلي. اتاني بقى اقعد اقلب فيها كده لحد ما هي ايه تغلي. احط شويه كمان كده بس تدي تست شويه. وبعدين اهي هتجمد بقى معانا، ونصبها بقى في الكوبايات بس كده. وخلاص. ونحط بقى الشوكولاته جواها. بس كتير بيشتكوا من الحكايه دي، يعني بعد ما نحطها على النار بعد الغليان بكام دقيقه نقفل النار؟ اما تبتدي هي تتقل، يعني ممكن إيه بعد المقياس؟ 5 دقايق، ممكن بعد 10 دقايق. ايه التست اللي نعمله بحيث نعرف انها خلاص؟ وعلى حسب النشا اللي حضرتك حطاه. يعني لو حاطه برضو، في ناس تقلل كميه النشا جدا فتلاقي ما تربطش معاها بسرعه. لازم كميه النشا اللي انت تبقي حطاها متاكده ان هي قد المقدار بتاع اللبن بالظبط. طب في اختبار نعمله مثلا بحيث نعرف انها خلاص كده استوت؟ هي بصي هقول لحضرتك، انت مجرد ما بتقلبي لو هي بتبتدي تمسك معاكي، تمسك كده معاكي. اول ما تبتدي تمسك خلاص هنطفي عليها. بس طبعا هو هنا البوتاجاز بس هي تغلي كده ونبتدي ان شاء الله نعملها. طيب ان شاء الله تغلي. هنعتبر انها مسكت خلاص، نسيبها تغلي. خلاص الوقت خلاص. الوقت خلاص. بتهيألي لسه شويه. طيب لسه شويه يعني ان شاء الله باذن الله هي تغلي براحتها كده. هي البطاطس دي بقى يعني ده المنظر النهائي بتاعها. واللي عايز بقى يحط لها توم ممكن برضو بيدي تيست حلو قوي. فص توم كده مهروس بيبقى حلو برضو قوي. دي بتتعمل من بالليل بقى لتتساب في الثلاجه الصبح، ومثلا ممكن نتغدى بيها او نفطر بيها كوجبه متكامله. يعني فيها بروتين وفيها نشويات. يعني احنا النهارده الحمد لله شغالين نشويات النهارده. طيب كله الحقيقه النشويات المركبه دي البطاطس مش مضره قوي زي السكريات او خالص. المخبوزات مثلا الحلويات وكده. ايوه بالظبط. يعني علميا البطاطس دي حاجه لطيفه. يعني لو بتخيري حد ما بين بطاطس مسلوقه زي كده وبين قطعه حلويات مخبوزات، البطاطس طبعا احسن بمراحل واخف اضرارا للي عايز يعمل حتى ريجيم. ايوه بالظبط. طيب هي لسه معلومه على الماشي كده يا جماعه. ايوه. طيب احنا بنقلب طبعا دلوقتي اللبن لغايه لما يغلي واحنا هنوطي النار. ممكن نوطي تحتيها النار عشان ما تجمدش من تحت. اهي بدات. بصي حضرتك بدات تربط ازاي. بس ساعات بتكلكع بتبقى مشكله. ما هي ما هو بصي حضرتك طول ما انت بتقلبيها مش هتكلكع معاكي خالص، لكن بمجرد ما انت سبتيها لحظه هتبتدي بقى اهي محتاجه تركيز. محتاج تركيز. اهي خلاص ممكن كمان تقلبيها المضرب السلك اهي. ايوه اهي. بصي حضرتك ربطت خلاص. نشيلها من على النار. شكلها باين انها خلاص ربطت. خلاص يعني. خلاص نشيلها بقى من على النار. تعجبني كاساتك وحاجاتك دي. ونبتدي بقى نغرفها. بس عايزه اقول معلومه ايه، ان احنا وهي سخنه كده لازم نحط جواها قطع الشوكولاته. ما ينفعش نسيبها تبرد عشان تمسك فيه. عشان تدخل جواها. يعني طيب. عشان يعني احنا كده اهو خلصناها اهي كده. كفايه بقى كده بالظبط كده. هنبتدي بقى نجيب قطع الشوكولاته اهي. نبتدي بقى نحطها جواها كده. انت مقطعها صغير؟ مقطعها عشان تنزل تحت، ننزلها يعني تحت. شوكولاته عاديه بس شوكولاته بس اللي جواها ويفر دي. اللي هي الويفر دي بنقطعها ونبتدي بقى بسكينه كده ندخلها او شوكه. ممكن بقى ناخد معلقه بس كده سوري يعني ندخلها بالمعلقه كده اهي كده. هتجمد بقى كده. وممكن بقى نرش على وشها كاكاو
بتسيح بقى الشوكولاته جواها، ونبتدي نحطها في التلاجة بس، ونحط بقى على بس بالمره بقى رز بلبن ازاي؟ عشان انا ما بعرفش اعمله. بس كده بالهنا والشفا. حلو قوي، تسلم ايديكي طبعا. يعني ميرسي، ربنا يخليك. يعني رز بلبن ازاي؟ ايه الفرق بينه وبين المهلبيه؟ لا، رز بلبن بقى احنا الاول بنغلي ميه ونحط فيها الرز، ونحط مقدار الرز صغير. الناس بس بتحط مقدار الرز كتير فبتلاقيه ينشي بسرعه، يعمل نشا بسرعه. احنا بنحط ميه مغليه ونحط فيها الرز نسيب الرز يغلي في الميه، وبعدين بعد كده نبتدي نزود شويه لبن بشويه شويه بشويه لحد ما يبتدي يلف معانا اللي هو ايه القوام بتاعه. يعني لازم الرز يستوي الاول لازم الرز كتير. ايوه بالظبط، لازم الرز هو اللي يستوي الاول، لان انت لو حطيتيه على اللبن وهو يعني يستوي في ايوه مش هيستوي، هيبقى طعمه مش حلو. نقول مثلا بالزبط. الميه ضعف مقدار الميه لو هعمل رز عادي، ممكن مثلا لو هنقول كوبايه رز معاها مثلا كوبايه ونص ميه، فيبتدي يغلي في الميه، يغلي 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 في الميه لحد ما هو يبتدي يستوي. اول ما يبتدي يدخل على السوا الرز نبتدي احنا نحط له اللبن، ونبتدي نضيف له اللبن شويه بشويه. في ناس بيحطوا مستكه عليه عشان يمط شويه. المستكه ده طبعا، ده المستكه دي رائعه طبعا. بتحطيها في وسط اللبن؟ بتتحط مع اللبن كده وتتقلب فبتدي طعم اللبن بارد او سخن عادي يعني؟ لا، هي المستكه ميزتها ان انت بتحطيها في اللبن السخن فبتسيح بسرعه. لو حطيها على البارد مش هتسيح، يبقى اللبن لازم يكون سخن بقى. ايوه بالظبط كده، لازم اللبن بتاعها يبقى سخن كده عشان تسيح جواه، بس تدي تيست رائع طبعا. طبعا وكمان مع الايس كريم تبقى تحفه. ومع الايس كريم طبعا بتبقى خطيره طبعا قوي. لا يعني رب النهارده تكون اكلاتنا عجبتكم ان شاء الله باذن الله. عجبتني جدا لانها سريعه ولانها متكامله العناصر الغذائيه، وبنقول لكل ام بتحاول تدخل المطبخ لاول مره، ام صغيره طبعا يعني او عروسه جديده هيتعلم من شيف امل حاجات حلوه كتير زي ما عملت النهارده. عملت جلاش بالبطاطس والجبنه، وعملت سلطه بطاطس، وكمان عملت مهلبيه بالشوكولاته طبعا بالهنا والشفا. هنديكي فرصه تطلعي بقى البطاطس من الفرن، يمكن تكون استوت. يا رب تكون كده ان شاء الله استوت عشان نشوفها يعني حقيقه، يعني مش كلام وخلاص. لسه قدامها شويه. طب طبعا لسه شويه شويه. طيب احنا فاضل لنا قد ايه يعني؟ فاضل دقيقتين 3 ممكن نتكلم فيهم عن وصفه سريعه ممكن للطفل الصغير قوي اللي اول مره بياكل. لا، هو بصي الاطفال البيبيز دول انا نفسي اعمل لهم حلقه لوحدهم يعني بصراحه، لان انا بحس ان الامهات بتدي ادي اي حاجه. لا، هو الطفل اللي لسه يعني هيبتدي ياكل، احنا الاول بنبتدي له مثلا بزبادي، بحاجات اللي هي بسيطه اللي يقدر ان هو يعني يبلعها. عموما ده وعد بقى، هنعمل حلقه جايه للطفل لما ياكل لاول مره ازاي ناكله بالتدريج واحده واحده. عموما نورتينا الشيف امل يحيى، وكل مره معاكي وصفات حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا مشاهدينا في كل مكان، بكره فريق عمل اخر وزينه، الى اللقاء.